السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بخير ولا خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير الرز مفور وغادي نسقيه بخضيره كيف ما كتلاحظوا هنايا. درت الرز يتسلق، خليت الكميه ديال 2 زلايف ديال الرز درتهم في الماء كيتسلقوا. هنا خديت الجزر اللي هو خيزو والبطاطا قصبيه، هذه هي حنا كنقولوها بطاطا قصبيه، كتنقى هي والخيزو. هنا كنوريكم راني حمرت الفقاس هنايا. هنا الرز راه تسلق، غادي نصفيه وغادي نخليه على جانب. غندير شويه زيت روميه وغادي نخليه على جانب. هنا كان البخار كيطلع للكاميرا كتضبب الشوفه. كناخذوا الدجاج او المهم بالنسبه للدجاج، يا اما كناخذوا جنيحات العناقات وداكشي، يا اما تنديروا الدجاج هكاك صاين، يا اما الدجاج مقطع. المهم اللي عندك انت ديريه. انا هنا خديت غير جنيحات وعناقات وضهير وداكشي وجا واعر. المهم كنديروا البصله، درنا البزار، الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال البصله بودر، شويه ديال الثومه بودر، وخديت شويه ديال القزبور يابس تا هو مطحون درت شويه ديال المعدنوس والقزبور. وهنا قطعت طريف ديال كتكون عندي مطيشه محكوكه او مطحونه، مهم جامده. كندير طريف، تقدروا تحكوا 2 مطيشات. انا كتكون عندي واجده كندير الواجده. درت هنا 2 ديال ورقه ديال سيدنا موسى، وكنخلي داكشي حتى كيتقلى شويه. عاد كندير المريقه. بطبيعه الحال كنديروا الزيت كما العاده صافي، وكنخليها حتى كتغلي مزيان كيف ما لاحظتوا هنايا. عاد غادي نبدا نضيف الخيزو لانه هو شويه كيشد الطياب، نضيفه هو الاول ونخليه حتى يطيب شويه. هنا الرز شوفوا تبارك الله ما شاء الله، تيجي الحبات ديالو مفروقين حبه على حبه. انا كنحطو فيه المهم في ديك الطاسه حطيته. غادي ندير له شويه ديال الزيت ديال المائده صافي، ونشد عليه نخليه حتى يقرب طيب ليا ديك. ملي غندير بطاطا قصبيه غادي نردو يفور من الفوق ديالها، نخليه يفور مزيان. المهم بهاد الطريقه ما تحتاجوش ليه بزاف ديال التفويرات. التفويره الاولى المهم في الاول كنسلقوه، في الثاني كنفوروه صافي، كنخليوه كنعطيوه وقت مزيان التفوار، كيجي زوين ورطب تبارك الله. هنا كنضيف البطاطا القصبيه، صدقوني كيجي واحد المذاق رائع ديال البطاطا القصبيه. صافي كندير هاد الفرن ونشد عليها بالغطايه ضروري. هنا غادي نبدا نسقي، غادي نسقي الاب ديالو هو الاول
عاد غادي ندير الملح كما العاده. المهم طريقه التقديم كل واحد كيفاش كيسقي. المهم هذه هي طريقتي ديالي. نتمنى ان الوصفه تعجبكم. شكرا لكم، ربي يحفظكم ليا.